في الغابة في حيوان غريب وعجيب، مش الأسد ومش النمر ولا حتى الضبع. حيوان بيمشي من غير صوت، بيتحرك زي ما يكون شبح، عينه بتلمع في الضلمة، ودانه طويلة وفيها شعيرات عاملة زي ما تكون ريش، وبيحب يعيش لوحده وبيكره الزحمة. الحيوان ده هو الوشق. الوشق في البداية شكله يخدعك، تحس انه قطة كبيرة شوية بس اقرب للقطط البرية، بس لما تيجي تركز في ملامحه هتلاقيه مختلف عن اي قط شفته في حياتك. ودانه طويلة وفيها خصل شعر سودة شبه الريش كده، بتساعده انه يحدد اتجاه الصوت بدقة، تحس ان ودانه عاملة زي الرادار كده. وفي منه اصناف بيكون لها دقن، تحس ان هو عجوز في نفسه كده. عينه في الضلمة بيكون ليها لمعة غريبة وبتخليه يشوف في الضلمة أحسن من أي حد تاني. في أنواع بتكون عايشة في الأماكن الباردة، جلده بيكون سميك شوية وبيقدر بسهولة يندمج مع الطبيعة اللي حواليه. ديله صغير جدا، ودي من أوضح العلامات اللي تقدر تفرق بينه وبين أي قطة تاني. طب سلوكه عامل إزاي؟ الوشق مش اجتماعي خالص، بالعكس ده بيحب يعيش لوحده، معزول عن أي حد. بس لو شاف وشق تاني ما يعرفوش دخل منطقته ممكن تحصل خناقة كبيرة توصل للدم. بيعتبر منطقته دي هي بيته. طب اوقات نشاطه الاساسية بتكون امتى؟ بالليل. هو يحب يتمشى بالليل، هادي جدا في حركته، زي ما بنقول كده بيمشي على طراطيف صوابعه. طب هو خواف ولا بيبقى واثق في نفسه؟ هو عامة ما بيحبش لا الخناق ولا المشاكل، بس لو اتزنق بيتحول لوحش. طب ايه بقى اشهر انواع الوشق؟ في الوشق الكندي اللي بيعيش في كندا والاسكا، وده اكتر واحد فيهم غامض. ده بقى يكره الحر موت لان الفرو بتاعه سميك جدا عامل زي البطانية، بس زيه زي اي وشق ما بيحبش الظهور. بس لما يبتدي بقى يظهر او يجوع يصطاد احلى حاجة يحبها الارانب. ده بيكون طوله تقريبا متر ووزنه من 18 ل 30 كيلو. طب ده لو ملقاش ارانب يصطادها عنده القدرة انه يصطاد غزال صغير. ايه تاني من اشهر انواعه؟ البوبكات الامريكي. ده بقى اللي بيقولوا عليه الصغير البلطجي، وده اكتر واحد فيهم عنيد. يعني ده بقى ممكن يظهر ما عندوش مشكلة انه يعيش وسط البشر، لو شافك ماشي هيعديك عادي مش هيعمل لك حاجة، بس لو ضايقته هيزعلك. ونيجي بقى للمعلم الوشق المصري. ايه ده، هو في وشق في مصر؟ موجود في جنوب سيناء، في الصحراء الغربية، في الوادي الجديد، بس ده بقى ظهوره نادر جدا، ما بيطلعش الا بحساب. فترة الحمل بتاعته بتكون حوالي 2.5 شهور، والشبل بتاعه بيتولد اعمى، ما بيفتحش عينه غير بعد 10 ايام تقريبا، وبيعيش من 10 ل 14 سنة. طب الوشق ممكن يهاجم الانسان؟ لو كان انسان عرة زي العالم البعدة. لا، الإجابة هو نادر جدا الصراحة. الوشق مش بيحب المواجهة وبيتفادى البشر إلا لو كان جعان أو حاسس بالخطر، ساعتها ممكن يبهدلك وممكن يموتك كمان، فعلى حسب بقى ما يظهر لك يا معلم هو ومزاجه. بس لما يجي يهجم على أي حد بهدوء، مش بيحسسك إن هو جاي، تبقى قاعد في أمان الله كده، تلاقي حاجة كده ما تعرفش ده عفريت ولا إيه ده هجم عليك بكل شراسة. لو هربت منه هيجيبك عشان ودنه اللي عاملة زي الرادار، لدرجة إن الناس زمان في الصحراء كانت بتفكروا عفريت. يقول لك أنا شفت عفريت بالليل في الصحراء، عينيه الاتنين بتلمع، مش باين من ملامحه إلا عينيه. لا يا حبيبي، ده مش عفريت، ده الوشق. واحمد ربنا إنه مش متضايق أو جعان، لأنه كان هيتعامل معاك على إنك أرنب، فاحمد ربنا على كده. وانا من هنا بوجه تحية للوشق المصري اللي قدر بمنتهى السهولة ان يدي عالم معفنة على قفاها. وهي دي يا سيدي بقى حدوتة الوشق المصري، يا رب تكون عجبتكم. كان معاكم احمد صلاح، سلام عليكم.